السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو إن شاء الله غادي نتحدثوا على مباراة الوقاية المدنية، وغادي نتحدثوا أيضا على الناس اللي كيدوزوا حاليا التجنيد الإجباري، يعني فوقاش غادي يخرجوا بالمسيون، وايضا بالنسبه يعني الناس اللي كيبغيو يمشيو زياره عند الابناء ديالهم وكيقولوا لهم يعني مازال ما طلقوناش الزياره، حيت كاين بعض السكنات مازال ما طلقوش فيهم الزياره كما قلنا. حنا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضحوا هذه المسائل هذه، ولكن قبل ما نبداو الا كنت اول مره كتزور القناه ديالي ما تبخلش عليا بالاشتراك باش يوصلك ان شاء الله كل جديد، ونبداو على بركه الله. اولا غادي نبداو بمباراه توظيف تلاميذ ضباط بالوقايه المدنيه 2025-2026. غادي نتحدثوا على الشروط اللي طالبين هذه السنه ان شاء الله. يعني بالنسبه للشروط، العمر ما بين 18 الى 26 سنه، الحاصلين بطبيعه الحال على شهاده الاجازه، يعني في التخصصات التاليه: العلوم الاقتصاديه والتسيير، العلوم الاقتصاديه والتدبير، ماده الفيزياء، مادة الكيمياء، علوم الحياة، علوم الأرض والكون، الدراسات الإنجليزية، القانون العام، القانون الخاص. المتوفرين من غير انتعال الأحذية، يعني ما تكونش لابس كما نقولوا السبرديلة ولا الصباط، على طول 170 على الأقل بدون سوابق عدلية بطبيعة الحال. المتوفرين على قدرة جسمانية لممارسة المهام المنوطة بجهاز الوقاية المدنية. دونك بالنسبة يعني هادو هما الشروط للطالبين. غادي نخلي لكم رابط تسجيل في مباراة الوقاية المدنية في صندوق الوصف إن شاء الله، وحظ موفق للجميع. غادي نتحدثوا على الناس اللي حاليا كيدوزوا التجنيد الاجباري، يعني فوقاش غادي يخرجوا بالمسيون، وبالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو عند وليداتهم يعني زياره. اولا غادي نتحدثوا على فوقاش غادي يخرجوا بالمسيون. بالنسبه للناس اللي كيدوزوا حاليا التجنيد الاجباري ان شاء الله غادي يخرجوا بالمسيون شهر 12 فيه 28 ل 29، كنقسموهم ليومين، دونك يعني غادي يخرجوا 28 ل 29 شهر 12. هذه بالنسبه للمعلومه الاولى. بالنسبه للمعلومه الثانيه، للناس اللي حاليا كيبغيو يمشيو عند وليداتهم زياره، كاين واحد الاشكال، لبعض السكنات مازال ما طلقوش الزياره، ما عرفناش السبب صراحه، ولكن كاين بعض السكنات اللي مطلوقين فيهم الزياره. على سبيل المثال السكنه ديال قلسيف، السكنه ديال بني وكيل. والخبر اللي بغيت نبارطاجي معكم هو انه ان شاء الله في شهر 12 في 28 غادي يخرجوا بالمسيون، يعني غادي يعطيوهم تقريبا كنظن 10 ايام ولا 15 يوم، ما مأكدش واش 10 ايام ولا 15 يوم غادي يعطيوهم. وموراها صافي راه فاش كيدوزوا هاد 4 شهور اللي هي ديال الاف سي بي، موراها كتولي غير عندهم غير الانستركسيون، يعني غير التكوين. ديك الساعه الامور كتسهل بزاف، كيوليو يدوزوا شهرين وكيجيو، ما كيبقاش يعني 4 شهور عاد كيجيو، كيوليو يدوزوا غير شهرين وكيخرجوا بالمسيون. هادو بعض المعلومات يعني بالنسبه للدراري اللي حاليا كيدوزوا التجنيد. وبالنسبه ايضا الناس اللي بغاو يمشيو عند وليداتهم وكيقول لهم راه مازال ما طلقوناش الزياره، ما عندكم مناش تخافوا، ان شاء الله في هذه الايام المقبله غادي يطلقوا لهم الزياره وغتشوفوا وليداتكم، ما بقى قد ما فات ان شاء الله. غنخرج على الموضوع واحد شويه وغنتحدث على الناس اللي كانوا في التعاليق كيسولوني على حسب انهم يعني دوزوا التجنيد الاجباري وما عندهمش يعني المستوى الثالث اعدادي، يعني ما عندهمش التاسع، واش يمكن لهم يدفعوا يعني للقوات المسلحه الملكيه. بالنسبه للناس يعني اللي دوزوا التجنيد الاجباري وما حاصلينش يعني على شهاده ديال التاسع، ماشي مشكل، دفع راه ان شاء الله يعيطوا لك، حيت الناس اللي مدوزين التجنيد الاجباري كما قلنا كيكون عندهم امتياز انهم يتقبلوا، واخا ما تكونش عندك التاسع. اذا كنتي دوزتي التجنيد الاجباري دفع لمباراه القوات المسلحه الملكيه. اما بالنسبه للناس يعني اللي ما دوزوش التجنيد الاجباري، يعني خص يكون عندك ضروري التاسع اعدادي. هذيك حاله خاصه بالنسبه للناس اللي قلنا يعني دوزوا التجنيد الاجباري، هما اللي كيكونوا واخا ما عندهمش الثالثه اعدادي مسموح لهم انهم يدوزوا ويقدروا يتقبلوا باش ينتميوا للقوات المسلحه الملكيه ان شاء الله. حظ موفق للجميع. اي سؤال خليوه في التعليقات غادي نجاوب عليه ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.